يا مساء الفل على احلى متابعين. تعالوا بقى نشوف اللي حصل لي النهارده من ولادي. هتاكلوا ايه يا حبايبي؟ احنا عايزين كريب. كريب ايه يا حبايبي؟ النهارده كريب كونو. قايمين طالعين في دماغهم عايزين ياكلوا كريب كونو. اسال على الكريب كونو الاقي الواحد ب 90 جنيه. طيب 91 جنيه في 6 افراد ما شاء الله، يعني 540 جنيه غير التوصيل وغير التبس كمان. قلت لا اله الا الله، يلا بينا نخش على المطبخ، استهدوا بالله كده وهعمل لكم احلى كريب كونو. هنسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف مكون معانا من ايه. حطيت هنا 3 كوبايات دقيق في قلب الخلاط، تمام، وهنعمله زي اللي في الشارع بالظبط. وحطيت عليهم 3 كوبايات ونص من الميه، وكمان ربع معلقه من الملح، وخفقتهم كده خفقه كويسه، وبقيت انزل الدقيق اللي على الجناب زي ما احنا شايفين كده. وبعد ما خلصت رحت جايه مصفياهم وغطيتهم علشان يرتاحوا والفقاقيع ديت تروح منهم. كان عندي طبعا الستريبس، كنت عاملاه معاكم لسه اول امبارح، وكان في عندي شويه شلتهم، قلت ابقى اعمل لهم بيتزا، اعمل لهم اي حاجه يعني إيه هينفعوا وقت زنقه. فطبعا فعلا نفعوا وقت زنقه، طلعتهم قطعتهم بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وقطعت شويه فلفل الوان، وجبت بقى الجريل بتاعي كده بتاع الكريب، ورحت جايه نازله بمسحه زيت بالمنديل، ورحت جايه نازله بالسرسوب كده بعجينه الكريب زي ما احنا شايفين، وحركتها شمال ويمين، وحطيتها على النار وسبتها خالص لما تتشمع بالشكل ده. واول ما اتشمعت سلكتها كده من الجناب، ورحت جايه قلبها في الاتجاه التاني. عايزه اقول لكم برغم ان معجون الكريب دوت معمول بميه ودقيق وملح بس، الا انه كان بينتفخ انتفاخ، يعني بصوا هتشوفوها حالا في الكريبايه دي ما شاء الله. اول لما العجينه ارتاحت لقيتها بتنفخ لوحدها، اكني يعني حاطه فيها بيكنج باودر، حاطه فيها خميره. يلا الحمد لله، يوضح سره في اضعف خلقه. المهم شوفوا اهو، بوريكم اهو، بشاور لكم كمان، يعني بصوا حاجه كده تحفه، كان كله بينتفخ معايا بالشكل ده. خلصت هنا كل الكميه، عايزه اوريه لكم، شوفوا ما شاء الله. طري جدا وتحفه، وفي نقطه جميله كده اللي هي النقطه الذهبي دي، مخلياه طعمه حلو قوي وغني كمان، مش يعني لا فيه بيض ولا فيه لبن ولا فيه ماده دهنيه، بس طعمه حلو والله مش هيقول لا ابدا يعني. جبت هنا الجريل بتاعي ورحت جايه حاطه فيه شويه زيت، وهبدا بقى احشي الكريب بتاعي زي ما احنا شايفين كده. حطيت قطع من الاستريبس، طبعا عمرهم ما هيملوه لكم بره استريبس بالشكل اللي انا عاملاه دوت، ده بيلحسوه كله خضار او جبنه، تمام. ورحت جايه حاطه عليه كده كاتشب ومايونيز، ما كانش حتى العلب بتاعتي كانت خلصت، رحت جايه بعت جايبه اكياس اللي هي الكيس بجنيه دوت. ورحت جايه مقفلاه بالشكل ده. بس عايزه اقول لكم التقفيله دي ما نفعتش معايا خالص، يعني ما ارتحناش انا وهي مع بعض. شوفوا طلعت كل الخليط اللي فيها كل المكونات. هاعمل لكم طريقة تانية للحشو وهتتلف معانا بكل سهولة، ومش هتطلع الحشو منها اي خالص. عندي هنا شوية جبنة موزاريلا، المفروض بقى ان انا احط الجبنة الموزاريلا جوه في الكريب، بس انا ناصحة هنستخدم كده جبنة موزاريلا كتير، فاقتصدت واختصرت ورحت جايه حطاها بره عشان اعمله لهم كونو. هيبقى جبنة جوه وجبنة بره، ده كده جايين عليا بالخسارة. تمام، شفتوا شكله كان عامل ازاي؟ ما شاء الله تحفة. حطينا كده الكريبايه تاني وقطعتها من النص، ورحت جايه حاطه فيها الخليط. عندك بقى انت عندك بطاطس، عندك سوسيس، عندك جبن، بس انت تقدري تعمليه باي حشو عندك متاح، لانشون، اي حاجه عندك متاح. انا عشان كان عندي الاستريبس طلعت عملت بيه. شوفوا بقى دي الطريقه التانية بتاعت اللف اهوت، وحطيت برضو الجبنه كده لحد ما ساحت على الجريل، ورحت جايه قلب عليها كده الكريبايه، وسبتها لما احمرت وشلتها بالشكل ده، بقت تحفه. عايزه اقول لكم فرحوا بيه جدا، ووفرت يعني إيه، داخلين في 600 جنيه يا جماعه بالتوصيل والتبس، فحرام يعني، والحاجه الساقعه كمان، فحرام يعني نعمله لاولادنا في البيت بشويه ميه وشويه دقيق واي حشو عندنا. اللي هيكلفنا شويه بس من موضوع الجبنه، ممكن تجيب الكيس جبنه من اللي هو ب 35 جنيه وشكرا على كده.